الوصفة دي مش أي بصارة، دي وصفة زمان بتاعت أمهاتنا وأجدادنا. دي الوصفة اللي بتخلي الجيب مرتاح، وأنا وماما جايين نقول لكم السر اللي يخليها تقيلة وطعمها تحفة، واللون بتاعها أخضر وفاتح بتركاتنا، ودي هتبقى من ضمن سلسلة على قد الإيد. يلا نوريكم الطريقة بسرعة. يلا بسرعة. هلو بعد غياب طويل. كان عيد بقى وأجازة. طبعا أكلات اللي بعد رمضان دي كلها الأكلات اللي الجيل ما بيحبهاش. معانا ربع كيلو ربع كيلو. معانا ربع كيلو فول مدشوش. بصوا بقى نبدأ، وكنت هرجع على الأكل. ما انت اديتيني فم معدتي. الفول المدشوش اللي هو بيبقى فول من غير قشر ومقسوم 2 كده، اللي بيتعمل بالطعمية بالظبط. هننقعه ساعة تقريبا طبعا، واغسلوه كويس، ونبدأ بقى نحط عليه كوبايتين ميه. نحط عليه بقى ايه؟ هنحط معلقة ملح. لا انا لا، معلقة كمون كبير، معلقة كزبرة كبيرة، اهم حاجة الكمون والكزبرة يبقى معلقة كبيرة، و4 فصوص توم كبار سلام زي ما هما، بصلة صغيرة نقطعها على 4. التوم صحيح عادي، البصل سليم عادي. وطبعا محتاجين ربطة شبت وربطة كزبرة، بس هنسيبهم زي ما هما، مش هنحطهم دلوقتي. ليه مش هنحطهم دلوقتي؟ عشان يحافظ على لونهم الاخضر. لما يغلي دوت مثلا حوالي 10 دقايق نحط الخضرة. يلا على النار على طول، عقبال بقى ايه ما الفول بيغلي كده. ما تبصليش انا لاعب ده ليه؟ هنقطع البصل. دي كوميديا جدا. ما انت فاكر ايه؟ مش عارف الناس اللي بتقول عايزين نبقى زي بعض ما شافوناش في الحقيقه. ادوم شافونا. البصل عايزين تقطعوها مكعبات ماشي. طب انا مش هقطع البصل. عايزين تقطعوها جوانح ماشي. جوليان. عايزين تقطعوها جوانح ماشي براحتكم، بس انا بحبها مكعبات صغننه كده. هناخد الخضره دي نقطعها 3، مش عارف ليه، يعني قطعوها كبيره كده، مش لازم قطع صغننه. لا مش لازم قطع صغننه. الحجم العملاق ده جميل جدا، كله في السريع كده، يعني كانكم ما قطعتوهاش. ممكن ما تقطعوش بالسكينه، تشدوها كده. هي الاكلات دي الاكلات دي توفير للمجهود وتوفير للجيب. هي توفير لكل حاجه. أيوة. بس اقول لك على حاجه والله بجد، ان انا في منهم، عشان انت بتظلميني وتقولي الاكلات اللي الجيل ما بيحبهاش. لا انت ان في يعني انا بحب العدس جدا، والبصاره بتحبها ولا ما بتحبهاش؟ في اكلات ما بتحبهاش. اكلات هي اكله، ايه تاني مش بحبه؟ اي حاجه جافه كده. لا مين قال كده؟ يعني مش بحب المسقعه، لا المسقعه بنحبها. مش بحب الكشري، نص ونص. انا مش بحب الكشري. تحب الكشري؟ انا يبقى انا اللي ما بحب. على فكره يا جماعه انا ما بحبش الكشري. ده انا بعشق حاجه اسمها الكشري. ده الكشري ده ممكن انا مش عارفه انا في ناس هتنضم لي ولا لا. يعني انا بحب اكل الكشري. أنا على فكره انا باكل كل الاكل بس ما بحبوش قوي. 3 بصلات حلوين كده. ايه ده؟ هي بتنزل لبن؟ لا اصبر بقى ده معناه كده ان البصله دي هتخليك وانت بتقطعها ايه. طب على فكره عشان عينيا مريضه فمضاد حيوي. لا هاتها وانا اقطع. خلاص ستي، عشان عينك مريضه. السكينه دي تلمع. هات السكينه التانيه. خلاص بقى لسه هدخل. اوعى انا اجيبها لك. احنا اساسا بنصارحكم عشان مكسلين. يعني هي ماما بتقول لكم توفير صحه عشان احنا مكسلين مش قادرين. والله كمان عشان في ناس كتير طلبتها يعني ومكسلين برضه. حاجه في السريع كده، واحنا كنا بره ورجعنا فعايزين حاجه برضه سريعه. على فكره البصاره دي في الاكل عندنا احنا ليها طقوس، لازم في حاجات تانية تتعمل جنبها. لازم نقلي جنبها بتنجان. يعني انتوا اعملوا بقى التحابيش اللي تحبوها. نعمل طماطم اللي هي متخلله. دي عشق بس ما ينفعش نعملها الايام دي ما حدش هيعمل طماطم، بس ايه هنتنازل عنها مش هنعملها. طماطم مخللت؟ ده طماطم اغلى، ده طماطم اغلى من التفاح. ده احنا نعمل تفاح مخلل. هات يا مؤمنات ولا عشان عينك. والله مش شايف يا جماعه، عيني طلع لي فيها حبايه. شايفين قلب الام وحنان الام وجمال الام. احنا لسه كنا اعداء من دقيقه واحده بس. ولو حتى لو اعداء، يعني شايف حتى لو عدو امك، شايف من جواها بتبقى ايه، مش قادره. يعني ينفع يبقى عدو امه؟ لا يعني لو هو بني ادم زباين ينفع. في اثناء بقى ما بيتسلق الفول. في اثناء واو انت تتكلمين اللغه العربيه الفصحى. نعم يا بني. يلا نحمر البصل بقى، واول ما يوصل للون الذهبي الجميل ده هنطفي عليه. وخلي بالكم شايفين احنا محمرينه في كميه زيت قليله قد ايه. يا ريت تحافظوا على المعدل ده عشان حرام الزيت بيترمي او هتستخدموه تاني وده مليان اضرار. احنا طلعنا شويه بصل من الزيت، وطبعا زي ما انتم شايفين الزيت قليل جدا بس احنا محتاجينه، وهنسيب فيه شويه بصل صغيرين. اول ما الفول يوصل للشكل التحفه ده على طول هننزل بقى بالخضره. تقريبا قعد حوالي
ربع ساعه على النار. واول ما توصل للشكل الجامد التحفه ده ان كل حاجه استوت، نسيبها تبرد سن لو هنضربها في الخلاط. وبعد ما ضربناها على طول عندنا شويه الزيت اللي باقيين من تحمير البصل، فيهم شويه بصل صغيرين هننزل بيهم على طول عليها، ونولع عليها النار ونسيبها تاخد غلوه كمان. اهم حاجه عندي، انت شايف يا مؤمن هي اللون الاخضر بتاعها عامل ازاي؟ مش عشان في ناس بتعملها بني. ايوه، تركه ان انتوا تحطوا الخضره في نص التسويه دي هتديكوا اللون الاخضر الجميل عشان ده. الخضره لما بتستوي كتير قوي بتاكسد وتقلب بني. ايوه، زينوا بقى. شويه البصل دول احلى من البصاره نفسها. هي بس سايله شويه صغيرين لسه، لغايه ما تبرد سنه بتجمد اكتر، عشان احنا بس مستعجلين تصوير وننجز، احنا صايمين. ست البيت بقى يعني نكملهم ان شاء الله عشان ربنا يغفر لنا السنه كلها، فيا ريت تلحقوا تصوموهم ان شاء الله تلحقوا. بس احنا كده كده عارفين طعمها، هي صراحه تحفه، ماما بتعملها فخامه يعني. واهم تكايه ماما قالت لكم عليها ان تحتفظوا باللون الاخضر الجميل، وبالف هنا وصحه وعافيه عليكم. جربوها اوعى حد يقول لك اصل مش عارف ايه، جربوا. والى اللقاء. دمتم سالمين، ربنا يوفقكم يا رب.